عملت واجهة زي بتاعة الفيسبوك في أقل من 10 دقايق بس. بجد متوقعتش إن الموضوع هيبقى بالسهولة دي. يلا حضر سفينتك وتعالى ورايا. بص، أول حاجة نعملها هنا إن إحنا طبعا لازم هنكتب شوية متغيرات كده عشان تدلنا على شوية حاجات وناخد منها شوية مدخلات. فهنعمل متغير باسم نيم، وهنعمل علامة يساوي عشان نخزن في النيم ده حاجات، ونعمل كلمة input عشان المدخل اللي إحنا ناخد منه حاجة، وبعدها نعمل قوس، وبعدها نكتب الكلام اللي احنا هناخد منه او نستخرج من اليوزر المعلومة بالكلام enter user name. تمام، كتبنا كده الكود. تعالوا نجرب الكود ده هيشتغل ولا لأ. بيقول لي enter user name، فأقول له save وتمام. بس في حتة صغيرة، انت هتزود هنا تعمل سبيس، بعدها تعمل كولن وسبيس، كده هتخلي الشكل أحسن بكتير. يعني هتعمل، بص ثانية واحدة، في مشكلة أنا مش عارف ايه المشكلة هنا، بس تعالى نجرب. ليه مش بيضغط؟ ليه مش بيعمل حاجة؟ مش عارف، تقريبا في مشكلة. أنا مش عارف ايه المشكلة الصراحة. اشتغل اهو. تمام، نعمل سيف اهو كده. تمام، البروجرام اشتغل. بعدها هنعمل شوية يعني بسرعة كده، هنقول age تمام يساوي input، بعدها كده كده enter user age. طبعا الكود ده وظيفته ان احنا ناخد سن المستخدم منه عن طريق ان احنا حطينا علامة يساوي عشان نخزن المعلومة داخل الايدج، وبعدها كتبنا كلمة input عشان نعرف للكومبايلر ان ده مدخل. تمام، نكتب input، بعدها طبعا نكتب الكلمة اللي احنا هنستخرج بيها الكلام enter user gmail، ماشي، space colon space كده. بعدها ممكن نقول ايه country، بعدها تساوي input، بعدها كده، بعدها نقول enter user country، ماشي، بعدها space colon space، وبعدها آخر حاجة خالص هنقول phone number يساوي input، بعدها نقول مثلا ايه enter user، بعدها phone number. تمام، تعالوا نجرب هل الكلام اللي انا قلته ده صح ولا غلط. انت طبعا ما ينفعش تكون بتتفرج لغايه دلوقتي وانت ما عندكش دليل ان الكلام اللي انا بقوله صح. تعالى نجرب. هنقول اول حاجه سيف، دخل المعلومه 13، دخل المعلومه كله تمام. قول له مثلا ان الجيميل سيف نادر مثلا يعني، والكونتري بتاعتي مثلا ايجيبت اهي. تمام، بعدها الفون نمبر 0 10 2 5 3 9 9 5 6 7. ده مش رقم يعني، بس ايه بنجرب اي رقم. تمام، فزي ما انتم شايفين كل حاجة اشتغلت بشكل طبيعي جدا. وبعدها تعالوا بقى نعمل الحاجات اللي احنا هنرحب بالمستخدم بيها. هنقول اول حاجة هنعمل شكل جمالي، نقول برنت، بعدها نعمل كده وكده وفي 100. فلما بعد ما نخلص الكلام ده هيظهر علامة يساوي 100 مرة، فيعمل خط شكله حلو كده. بعدها نقول برنت كده، برنت ايه هيلو، عايزين نطبع كلمة هيلو، نعمل سبيس زائد ايه نيم، يعني اللي هيطلع بعد الكلام كتير ده هو هيلو وبعدها اسمك. يعني لو انا كتبت سيف هيطلع هيلو سيف. بعدها برنت مثلا نقول ايه your age is. تمام، بعدها نعمل طبعا علامة زائد ونقول age عشان نظهر الايدج طبعا بتاعه. بعدها نقول print
برنت ايه يا ترى؟ برنت نقول and لا استنى نعمل كده and your gmail is، بعدها نعمل سبيس ونعمل علامة زائد، وبعدها نقول طبعا جيميل، وبعدها نقول print ونعمل علامة اللي هي التنصيص، وبعدها نقول and your country is، بعدها نعمل سبيس، بعدها نعمل علامة الزائد برضو ونقول country. أنا كمان شوية هفهمك كل ده، هفهمك كل حاجة بالتفصيل ما تقلقش، كل ده هتفهمه. نقول print، ماشي print ايه بقى؟ and your ايه phone number is بعدها نعمل سبيس، بعدها هنيجي كده ونعمل علامة الزائد، وبعدها نقول أخيرا phone number. احنا كده يعتبر خلصنا البرنامج بتاعنا، لسه بس شرح احنا عملنا ايه. تعالى كده نقول احنا عملنا ايه. في حاجة مشكلة بسيطة احنا غلطنا فيها، هنعمل دي علامة مش يساوي، دي زائد، تمام. هنعمل run enter your name save، بعدها age 13، ماشي جيميل مثلا وليكن سيف نادر اي حاجة، ماشي country هتبقى Egypt اهي، بعدها الفون نمبر اي رقم في الحياة، لا مش الدرجة دي يعني، رقم مثلا اهو، قال لي hello safe your age is 13 and your gmail is سيف نادر and your country is Egypt and your number is كذا كذا كذا. ازاي بقى هو طلع لي النتيجة دي؟ تعال نشرح. print دي طبعا ملناش دعوة بدي، دي مش مهمة حاليا، المهم عندي دولت print hello، يعني امر طباعة عادي جدا نطبع كلمة hello، زائد هنا بتعمل كاوبريتور ان احنا الكلمة دي هتيجي بعدها وكتبنا المتغير اللي اسمه name. ده بقى الدليل ان القيمة اللي جت هنا اتخزنت في name، يعني المتغيرات بتعمل حرفيا كصندوق بيخزن كل المعلومات اللي بتدخل جواه. فدلوقتي النيم دي كانت متخزنة جوه المعلومة اللي انت دخلتها له، يعني مش هو جواه بس سيفنا، لو دخلت له محسن احمد محمود اي حاجة تتخزن جوه النيم ده، وبعد كلمة هيلو هتطلع الكلمة دي، وكذلك طبعا على كل الحاجات دي، فكل الحاجات دي اتخزنت فيها قيم معينة ودخلت بعد كل كلمة من دولت، طلعت لنا طبعا النتيجة اللي انتوا شفتوها دي، وبس كده حرفيا. انت لسه مكمل لغاية هنا، فانا احب اشكرك جدا، وما تنساش تحط لايك واشتراك لو المحتوى ده انت مهتم بيه.